جايب مبابي عشان تشامبيونز ليج، انت بتاخد تشامبيونز ليج. جايب مبابي عشان دوري، فانت بتاخد دوري. جايب مبابي عشان بطولات كؤوس محليه مثلا، يعني ساعات الكؤوس بتسقط منك كده، فانت تفتكر مثلا ريال مدريد جابت مبابي عشان كؤوس محليه. فبالنسبه لي انا والواضح وبالنسبه للناس كلها، يعني الواحد اللي عنده عين، فكيليان امبابي اكيد يعني مش جايبينه عشان كرويا بس، هم طبعا يعني جايبينه عشان كوره وان هو راجل يلعب في الملعب وبتاع، ولكن صدقني اقسم بالله هم مش جايبينه كرويا بس. يعني انت لو هتدينا كوره يا عم 20 30% فاحنا موافقين، احنا كده كده اصلا بناخد كل البطولات اللي اخترعوها في كره القدم، احنا كده كده بناخدها من خيرك، مش بناخدها حظا، لا احنا بناخدها مره في الثانيه في الثالثه عشان كل سنه ما عندناش فيها مشكله. ولكن انت مش جاي بس كرويا، انت جاي بس. والسلام عليكم ورحمة الله، معكم زيكا. ورسميا واخيرا كيليان امبابي بقى في ريال مدريد بعد صراع طويل قوي. الصراع ده من 7 سنين من نصر الخليفي وبريز ما بين باريس سان جيرمان وريال مدريد. يعني بريز كان عايزه من ايام ما كان بيلعب في كاس العالم 2018 اللي هو اخده، اللي هو كيليان امبابي كسبه مع فرنسا، وبريز كان عايزه. فجأة ناصر الخليفي نط على الصفقه واخد كيليان امبابي، والراجل كان عنده ساعتها 18 سنه، كان لسه تينيجر. دلوقتي بقى جرون مان، يعني ربنا كرمه وكبر، بس قعد عمر. بس صمم عليه كل سنه، صمم عليه ان هو تقريبا كان بيبعت له اوفر كل سنه، لازم تيجي ريال مدريد، لازم تيجي ريال مدريد، لازم تيجي ريال مدريد، ما كانش بيكل ولا بيمل. وعشنا سيناريوهات كل سنه، يعني تقريبا الصحافه عاشت، يعني كان هو دوت اكل عيشها. كيليان امبابي النهارده هيعمل ايه؟ كيليان امبابي كل شهر لازم يطلع اشاعه كده، ولكن في الاخر كده امبابي راح لريال مدريد، وبيريز اخيرا جابه رغم المحاولات الكبيره قوي اللي مش بس ناصر الخليفي اللي كان بيعملها، لا ده كان رئيس فرنسا ماكرون. قصص وحوارات كتير قوي كلنا عشناها في كره القدم، لو انت ذاكرتك يعني تسمح وتفتكر معايا. ياما ناصر الخليفي اتحايل على كيليان امبابي، وياما فايزه العمري عملت شغل كبير قوي على ناصر الخليفي، وياما وبرضه ابوه، يعني مش فايزه العمري بس، وابوه كمان. يعني حصلت كميه حاجات الواحد ما كانش يتخيلها ولا يصدقها. وبرضه على الناحيه الثانيه انت عندك ريال مدريد ياما اخذت على قفاها بريز، ياما اخذ على قفاها بسبب كيليان امبابي وفايز العمري. يعني الناس دي لعبت بص على الوينجين هنا وهنا، شفنا حوارات كتير قوي. اكيد مش هنقدر نحكي الحوارات اللي حصلت في ال7 سنين دي في الفيديو ده. تعالوا نشوف بقى، هل امبابي هيبقى فعلا مفيد لريال مدريد، وهيبقى مفيد ليهم في ايه، وهل هيبقى فعلا مفيد ولا مش مفيد، ضيف لهم ايه، وريال مدريد هي كمان هتضيف له ايه. تعالوا نشوف. بس قبل ما نخش في الموضوع، يعني انت لو مش عامل لي لايك اعمل لايك دلوقتي، ولو الفيديو ما عجبكش، وان شاء الله يعني لازم يعجبك، لو ما عجبكش يعني اعمل لايك، وان شاء الله الفيديو التاني هيعجبك، الفيديو اللي بعده هيعجبك. واكيد لو انت مش عامل لي سبسكرايب للقناه اعمل سبسكرايب دلوقتي وفعل الجرس، ولو مش عندنا على الفيسبوك تعالى عندي على الفيسبوك، هتتبسط قوي. بص يا صاحبي، انت لو جيت تفكر كده هل امبابي هيضيف ايه ريال مدريد، فيعني دي اول سؤال هتعمل كده ايه ده. ثواني بس، اي فرقه، يعني اي فرقه في العالم بتجيب لعيبه عشان تاخد بطولات. انت عندك مثلا ريال مدريد لسه اصلا ما بقالهاش كام يوم واخده دوري الابطال، ما بقالهاش كام يوم، وعلى مدار كام سنه، يعني في اخر 10 سنين واخده 6 مرات تشامبيونز ليج، 6 مرات. فالراجل بياخد تشامبيونز ليج، ودي افشخ بطوله موجوده في القاره كلها، في القاره في الكون كله، يعني في الكره الارضيه. دي افشخ بطوله. هو اصلا بيلعبها كده تسلي كده وتفريحي، وكل سنه بياخدها. تمام ماشي. الدوري الاسباني، الليجا، ما هو يعني برضه لسه واخدها مع كارلو انشيلوتي، وكان بياخدها مع زيدان، وكان بياخدها قبل كده. وميسي ما بقاش موجود في برشلونه، والدنيا بقت سداح مداح، والدنيا بقت حلوه. فيعني انت مثلا جايب امبابي عشان تشامبيونز ليج، انت بتاخد تشامبيونز ليج. جايب امبابي عشان دوري، فانت بتاخد دوري. جايب امبابي عشان بطولات كؤوس محليه مثلا، يعني ساعات الكؤوس بتسقط منك كده، فانت تفتكر مثلا ريال مدريد جابت امبابي عشان كؤوس محليه. فبالنسبه لي انا والواضح وبالنسبه للناس كلها، يعني الواحد اللي عنده عين، فكيليان امبابي اكيد يعني مش جايبينه عشان كرويا بس، هم طبعا يعني جايبينه عشان كوره وان هو راجل يلعب في الملعب وبتاع، ولكن صدقني اقسم بالله هم مش جايبينه كرويا بس. يعني انت لو هتدينا كوره يا عم 20 30% فاحنا موافقين، احنا كده كده اصلا بناخد كل البطولات اللي اخترعوها في كره القدم، احنا كده كده بناخدها من خيرك، مش بناخدها حظا، لا احنا بناخدها مره في الثانيه في الثالثه عشان كل سنه ما عندناش فيها مشكله. ولكن انت مش جاي بس كرويا، انت جاي بس تسويقيا. تقول لي ازاي يعني تسويقيا؟ يعني ايه اصلا تسويقيا؟ اقول لك بس ثواني اصبر عليا بس. ريال مدريد اما تشوف حد بحجم كيليان امبابي او هالاند، الناس ديت بالنسبه لهم
اساطير لازم يعدوا على ريال مدريد. يعني الناس ديت ما ينفعش يبقى في كرة القدم اساطير زي دي وما ينفعش يعدوا على ريال مدريد. هتقول لي ازاي؟ اقول لك مثلا دي يعني ريال مدريد، انا مش عايز اقول اسامي عشان ما انساش، ولكن يعني هحاول كده افتكر معاكم الاسامي اللي عدت على ريال مدريد، ولو نسيت حد ممكن تحطوا لي في الكومنتات. انت مثلا عدى على ريال مدريد كريستيانو رونالدو، على ريال مدريد بنزيما، دي ماريا، اوزيل، روبرتو كارلوس، رونالدو الظاهره، مارسيلو، زيدان، بيل، يعني اسامي كتير قوي قوي قوي، بيكهام. يعني انا افتكر معاكم في ناس كتير قوي عدت على ريال مدريد. هل ريال مدريد مثلا كانت محتاجه كل الاسامي دي عشان تكسب بطولات؟ اكيد لا. يعني طبعا في لعيبه ساعدت ريال مدريد، ولكن ريال مدريد انت لو بصيت عليها في اخر 10 سنين هي كانت بتاخد دوري الابطال بلعيبه اصلا شباب، طلعتها كرويا وكبرتها وبتكسب بيها. هي مش محتاجه بقى لعيبه اساطير ولعيبه جامده فشخ وافشخ لعيبه في العالم عشان تاخد ايه بطولات، ولكن هي بتجيبهم بهدف، يعني بجانب الهدف الكروي في هدف تسويقي، ان انت لازم تبقى عديت على ريال مدريد، لازم برضو التسويق يبقى موجود في نادي زي ريال مدريد. وهديك مثال بسيط عشان تصدقني. مثلا بيبسي، هل بيبسي مثلا محتاجه تعمل اعلانات كل سنه؟ دي مش بتعمل اعلانات كل سنه، دي بتعمل اعلانات كل يوم وفي كل سيزون. في رمضان بتعمل، في العيد بتعمل، في اي مناسبه بتعمل، في الكريسماس بتعمل، في اي مناسبه تلاقي مثلا يعني بديكم مثال بيبسي بتعمل اعلانات. هل مثلا بيبسي محتاجه تفضل تعمل اعلانات عشان تجيب زباين ليها؟ اكيد لا. ولكن شغل الماركتنج ما بيوقفش عند الكيانات الكبيره، واكيد شغل الماركتنج عمره ما هيقف عند نادي بحجم ريال مدريد. دوت الهدف الاول والاكبر والاسمى بالنسبه لريال مدريد في صفقه شراء امبابي. دي هو مش شراء امبابي، هو انتقال حر. انا اسف انا اسف لكل المدريديستا ان دوت انتقال حر. يعني هم جايبينه ببلاش، ولكن هو مش ببلاش قوي لان هم هيدفعوا له فوق ال 100 مليون. هي مكافاه توقيع عقد. يعني دي حاجه كده ايه، فايزه العمري، الحاجه فايزه العمري اخترعتها عشان ايه؟ السبوبه. يعني هي ما شاء الله في الفلوس ما عندهاش يا مرحمين. فملخص الكلام ان ريال مدريد جايباه مش عشان كوره بس والله، والدليل واضح. يعني هم لسه كاسبين الدوري الاسباني والتشامبيونز ليج وكاسبينهم كذا سنه، فهم مش جايبينه كوره، هم جايبينه تسويق. تمام، دي اول حاجه. ده بالنسبه الكفه الربحانه بالنسبه لريال مدريد. تعال بقى نشوف كفه كيليان امبابي، هو هيبقى مستفيد ايه؟ يعني مش هتكلم كتير. اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم، الشامبيونز ليج. يعني الراجل، يعني في لعيبه عظيمه لعبت الكوره وتسمى اساطير وما خدتش البطوله دي، وفي لعيبه في ريال مدريد يعني انت ممكن اصلا ما تحسش ان هم اصلا مش بيلعبوا اساسي واخدوها 5 6 مرات عادي. عادي يا باشا. ليه؟ لان انت عايز تاخد دوري الابطال، روح على ريال مدريد. واستنتاج بسيط بس كده، يعني تكمله، يعني بعد دوري الابطال اللي بيبقى موجود يعني حاجه كده مدوره صفرة كده معموله من البولون دور يعني مش محتاجه فزلكه. فدي اول حاجتين كيليان امبابي هياخدهم في ريال مدريد، وهو اصلا مفيش الليجاسي بتاعه اللعب مش بتكتمل لما يبقى معاه الحاجتين دول. دي بطوله فرديه كبيره ودي اقوى بطوله جماعيه موجوده في الساحه. كيليان امبابي هياخد الاثنين دول حاجه بلا شك. ثالث حاجه يعني ممكن تستصغرها ولكن اكيد الدوري الاسباني. الدوري الاسباني دوري تقيل، تاني اقوى دوري في العالم. ثالث حاجه بقى او رابع حاجه، يعني انت عندك كميه فلوس. انت يعني بيقول لك حقوق الصور هتبقى كلها ليه، فانت يعني عارف يعني حقوق الصور، يعني الرعاه يعني هيخش له كميه فلوس بسبب ان هو موجود في ريال مدريد، وريال مدريد مش تاخد منها حاجه. يعني انت مش هتعرف تعدها. ممكن المرتب بتاعه ما يبقاش الواو، مثلا يبقى ما بين ال 25 وال 30، ممكن احتمال ان هو يكسر ال 30. ولكن فكك من كل الكلام دوت، انت عندك حقوق الصور هتعدي يعني تقريبا مش هتقل عن 70 مليون في السنه بالنسبه للاعب بحجم كيليان امبابي اللي هو اللاعب رقم 1 تسويقيا وكرويا في العالم. ارقام تقريبيه ممكن تزيد وممكن تقل، ولكن صدقني هي بتلعب في الرينج ده. لاعب زي دوت في ريال مدريد هيقفل كل حاجه. هو خلاص هو مش محتاج يثبت ان هو جامد، هو هيقفل اللعبه وبدري بدري. اخر حاجه كده يعني عايز اقولها، وهو ممكن يعمل حبه مشاكل في الفريق. تقول لي ازاي؟ عشان شخصيته وفايزه العامر والناس دي. اقول لك لا، ان الراجل دوت هيقعد لعيبه كتير قوي على الدكه. يعني انت عندك فينيسيوس، واحد زي فينيسيوس دوت هو مركزه اصلا شمال، وعنده البديل ليه اللي مش عارف يلعب في مركز فينيسيوس. عندك رودريجو برده مركزه شمال، وهو بيلعب يمين بيبقى اداؤه مش اقوى حاجه، يعني بيخسر تقريبا 50% من قوته عشان هو بيلعب في مكان مش في مكانه اللي هو اليمين. فانت عندك المكان دوت الاساسي والبديل فيه يعني محجوزين، ما بالك انت بقى هتيجي تقعد في المكان ده؟ صباح الفل، ده انت هترضي ناس كتير قوي. تقول لي بس ثواني يا عم، انت عمال تالف وتقول ايه؟ الراجل دوت ممكن يلعب راس حرب عادي ويلعب رقم 9 عادي. اقول لك اقسم بالله لا. يعني انت اما تلعب
بواحد زي دوت رقم 9، فانت بتقلل من قوته تقريبا يعني 40% او 50%. هو مش لاعب بيلعب في الصندوق، يعني دي مش مكانه. لعيب رقم 9 يعني المفروض ان هو يبقى ايه، قارح الصندوق، بيبقى عارف هو هيبقى موجود فين في الوقت، في الثانيه دي، عشان الكره هتجيلي مثلا منين، فانا لازم ابقى موجود. هو مش دي الصفات بتاعته. هو الراجل بينزل نص الملعب وبيفتح سبرنتات ويكسر ويشوط، بيلعبك هجمه مرتده، بيفتح، هو بيحب المساحات. لكن الصندوق مش مكانه. الصندوق بيبقى معاك بدل اللاعب اتنين وفي زحمه كتير، ولازم ايه، ليك خصائص كده، لكن الخصائص دي مش فيه. فهو لازم عشان تاخد منه اقصى استفاده يلعب في مكان الا وهو ايه، الجناح الشمال. فانت عندك فينيسيوس، مش عارف هتقول لي بقى العب ب 4-4-2 او احط فينيسيوس تحتيه وتقعد توصمها وتحكحكها، والله ما هتيجي معاك. يعني عشان هو برضو نفس المشكله دي كان بيقابلها مع نيمار في باريس سان جيرمان، وفي الاخر ايه، نيمار ايه اللي حصل له؟ مع السلامه مشي. فدي المشكله اللي لازم هيقابلها يعني ريال مدريد وكل مشجع لريال مدريد، ان في ثلاثه بيلعبوا في نفس المركز ولازم تضحي باثنين. شوف انت بقى عايز تقتل مين، وطبيعي انت جبت واحد زي كيليان امبابي ما عليهاش كلام كتير، فمش عايز بقى اقول السيناريو وحش، يعني هتشوفوا مع بعض وبس كده. واخيرا وليس اخيرا كان معكم زيكا. لو لسه ما عملتش سبسكرايب اعمل سبسكرايب وفعل الجرس. لو انت مش عندي على الفيسبوك تعالى عندي على الفيسبوك، و